كملت من عمري 39، وابوي يرفض كل من دق بابه، يقول ما يبغي فقارة ومساكين ولا يناسب من الأهل والقرابة، يبغي من أصحاب الفلل والملايين اللي لهم قدر وعز ومهابة، وشروط عنده تقسم الظهر نصين وننتظر والعمر روح شبابه. أول شروط المهر يوصل ل200، وذهب وألماس مصفى ترابه، وموتر بسواقه وفله بدورين أثاثها ما حد من الناس يابه، ومن الزهاب شناط لي تملي العين، من كل صنف ونوع غالي حسابه، وراشن محمل فوق 10 نياسين وذبايح عند العقد والكتابة، وراشن محمل فوق 10 نياسين وذبايح عند العقد والكتابة، وام العروسة حقها حول 20، واخوانها كلن تحط في حسابه، والعرس في صالة وعزف ومطربين، وتزيينها من بطرته ينحكابه، وخدمه تقدم للضيوف المهنين سويت وانواع العصير وشرابه. هذه ما هي بشروط الا سكاكين، استغفر الله لا يجينا عذابه. واللي تقدم قال للباب من وين وقفه ولا حتى يرد بجوابه، يا اهل البنات شروطكم هم وبين، تدمر بنات المجتمع مع شبابه. وين الوصايا اللي يوصي بها الدين، اللين والتيسير نهج الصحابه، خفوا ترى فرقابكم ظلمها شين، يوم ان تبقى للحزن والكآبة. هذه مظاهر ما وراها سوى الدين، وكثير من بيته بسببها خرابة. هم يحسبون البنت سلعة وتثمين، لعلى سعر من يدفعه قد حضابة، ولا دروا بأنه ستر يجمع اثنين. قلوبهم على المودة تشابه، قلوبهم على المودة تشابه. وسلامتكم.